بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده ان شاء الله صينيه بطاطس بالفراخ. كل واحد بقى عايز يعملها باللحمه يعملها بالفراخ، كل واحد على حسب ما هو عايز. طبعا دي الطماطم ماشي. يعني هرسناها كده بايدينا في الخلاط. هنحط بقى في الخلاط ايه؟ هنحط توم، نحط توم، وهنحط كام حته بصل كده. طبعا احنا مقطعين البصل علشان نحطهم مع البطاطس. طبعا هنعملها صينيه ان شاء الله ماشي. ادي البطاطس والجزر، وادي الايه البصل، وهنا الطماطم ومعاها بصل وتوم. هنضربها بقى في الخلاط وان شاء الله عشان نحط كل حاجه على بعضها ان شاء الله. خدنا هنا معلقه سمنه عشان ناخد الايه الفراخ كده تشويحه سريعه. ناخد حته زبده، ناخدها بس تشويحه كده علشان نقفل المسام بتاعتها. بعد كده بقى نحط كل حاجه في الطاسه ان شاء الله او في الصينيه ان شاء الله. ودلوقتي بقى مكان التحمير ده نحط البصل، الجزر والبطاطس. طبعا احنا طلعنا الفرخه كفايه عليها كده او كفايه على الورك كده. ناخدها تشويحه كده مكان تحمير الفرخه. بعد كده نحط القوطه او الطماطم، احنا احيانا نقول على الطماطم قوطه او طماطم. دلوقتي نحط التوابل، الملح، فلفل، كمون، السكر. طبعا بنحط معلقه سكر علشان نعادل الحموضه بتاعت ايه الطماطم. نقلب بقى كل الحاجات دي كلها في بعضها كده عشان كله ياخد من بعضه. وبعدين نحط الورك. طبعا الورك ايه ما خدش توابل، نحط له توابل اهو، التوابل بتاعته اهي ماشي. هنسيبه بقى كده على البوتاجاز ياخد ويدي كده مع نفسه شويه، او يعني الصينيه كلها كده تاخد وتدي مع نفسها، يعني تكون ايه داخله على تسويه. نحطها في الفرن تاخد ايه وش ده علشان ايه لو احنا مستعجلين. طب مش مستعجلين هنحطها في الفرن على طول تقعد بقى براحتها. طبعا كل ده احنا بنعمل ورك بس، فالموضوع مش مشكله عندنا، ولكن انا بتكلم بقى عموما لو هنعمل حاجه كبيره بقى، هنعمل فراخ، هنعمل فرخه كامله، الكلام ده كله. احنا خدنا شويه ايه سمنه وزبده من اللي احنا حمرنا فيها الفرخه، خدنا منهم شويه هنا للرز. دلوقتي نعمل الرز. هنعمل الرز بالشعريه.
طبعا مقدار الشعريه والرز دي بترجع بقى ايه لكل واحد ومزاجه. يعني في ناس بتحب الشعريه قد الرز، انا كده هعمل نص كوبايه شعريه مع كوبايه رز. ماشي. كل واحد بقى، ممكن في ناس بتحب الشعريه قد الرز، في ناس بتحب الشعريه اكتر من الرز، في ناس بتحب الشعريه اقل من الرز، كل واحد بقى ومزاجه. ماشي. دلوقتي بقى نضيف الرز. نقلبها كده كويس، وبعدين نضيف الملح. بعد كده الشوربه او الميه. الشوربه او الميه احنا متفقين ان الرز المصري بياخد تقريبا كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه او كوبايه شوربه، ولكن في رز بيختلف عن التاني، كل رز بقى له ايه ظروفه، فاحنا بنبقى متابعينه. يعني احنا دلوقتي هنحط الميه. انا هحط الميه. طبعا انا ما بعايرش، انا عارفه المقدار اللي انا عايزاه. ماشي. يبقى ايه فرق عقله كده. ماشي. فرق الميه من الرز عقله تقريبا. ماشي. نسيبه بقى كده ايه يغلي شويه، وبعد كده نوطي عليه. كده بقى هنوطي عليه ونغطيه ونسيبه بقى في حوالي كده، نسيبه حوالي ربع ساعه او تلت ساعه. بعد كده نحاول ان احنا طبعا نتابعه علشان ايه لو احتاج ميه تاني نزوده شويه. وهنا بقى نبص على الصينيه دي. كده ممكن بقى ندخلها الفرن، تاخد بقى ايه ريحه الفرن كده من فوق ومن تحت. دلوقتي الرز كده استوى، من شكله كده باين ان هو استوى. ماشي. نشوفه برضو. ايوه استوى ان شاء الله. بعد بقى ما بنطفي عليه نسيبه متغطي على اساس ان احنا ايه ما ينشفش، وكمان لو في حاجه لازقه في الارضيه ولا حاجه ان شاء الله ما تلزقش، تفك يعني. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله، وبالف هنا وشفا. ماشي حبايبي، ادي الرز وادي البطاطس مع الفراخ، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، بالف هنا وشفا ان شاء الله.